السلام عليكم ورحمة الله أحبابي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. هذا هو الفيديو اللي وعدتكم به. قلت لكم يعني من بعد ما غتوجد لي الجلابة غادي نشاركها معكم كيفاش جات، يعني بالتفاصيل، وهذا وقتها. صراحة جات زوينة بزاف، جات راقية. صراحة كنصح أي أخت أنها تتبع هاد الخطوات اللي عطيتكم في الفيديوهات اللي فاتوا وتوجد جلابه لراسك، يعني باش تدفع جلابه للخياط يعني بثمن جلابه وحده تقدر دير جوج جلالب ديالك نتينا، يعني توجدهم بيدك هتقتصد راسك. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشتركش في القناه ينضم الى عائله قناه رندا ام جنات. وقبل ما غادي نشارك معكم الجلابه غنوري لكم الخطوات باش درت تبت لي زيستخاس، وكذلك الموديل اللي درت معكم ديال الجيلاتين ان شاء الله يا ربي. هذه هي جلابه من بعد ما وقفها لي الخياط. يعني شاركت معكم اللوازم اللي تقديت لها باش ان شاء الله يا ربي وقفها لي من القيطان والضفيره وكذلك العقد. اليوم ان شاء الله يا ربي من بعد ما جبتها يعني قلت له يخليها لي مفتوحه، ما دارلاش العقيدات هما الاخرانيين غادي نخليهم حتى ندير ان شاء الله يا ربي لي زيستخاس في النصف طوق اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا يعني وقفها لي، ركب لي ديك الضفيره وكذلك دورها لي بالقيطان كيف ما كتلاحظوا معايا. صراحه جات زوينه بزاف، انتم غادي تشوفوها معايا في اخر الفيديو، جات رائعه. ننصح اي وحده تتبع هذه الخطوات خطوه بخطوه، وان شاء الله يا ربي غادي تفرحوا بهذه القضيه هذه، بهذا يعني الجلابه اللي غادي توجدوا ان شاء الله يا ربي. غادي ندوز معكم ان شاء الله باش نركبوا لي زيستخاس. هما هادو كيف ما كتشوفوا معايا. يعني من ديتها عند الخياط باش يوقفها لي قلت له يخلي لي واحد نصف سنتيم اللي غادي ندير فيه لي زيستخاس كيف ما كتلاحظوا معايا. البنات الخيط اللي كان يعني كنخيط به ضوبلته على 4 ديال الشعرات، والابره تكون غليظه شويه يعني باش تحكموا فيها بالنسبه للمبتدئات اللي يعني ما عمرهم ما خيطوا، باش تسهل عليهم القضيه. وغادي نستمر البنات بهذه الطريقه هذه، يعني بطريقه جد سهله. كندير لي زيستخاس بديك الفراغ اللي خلى لي الخياط المعلم بهذا الشكل هذا. غنبقى يعني نمشي جوهره مور جوهره، يعني كنثبت ما بين الجوهرات اللي تما، كنثبت بالخيط والابره كيف ما كتلاحظوا، وحتى نسالي ان شاء الله يا ربي هاد الجهه هذه كامله كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. صراحه البنات هاد لي زيستخاس كيزيدوا واحد الجماليه البياسه اللي خادمين، سواء تكون جلابه او لا قفطان كتجي زوينه وكتجي راقيه بهاد لي زيستخاس هادو. ننصحكم انكم ديروا جلابه بهاد لي زيستخاس كيجيو راقيين وزوينين، وبالخصوص الا كنا دايرين يعني شي جلابه ديال الحضور يعني كتجي صراحه زوينه بزاف. وغادي نستمر البنات بهاد الطريقه حتى غادي نكمل الهبطه بلي زيستخاس كامله حتى لتحت، حتى نوصل ديك التحريفه ديال نصف طوق. هانتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للبنات القوام اللي شريت الجلابه راه شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات. بالنسبه للقيطان والضفيره وكذلك العقد تقاموا عليا ب 50 درهم. القيطان كيعمل درهم للمترو، وكذلك بالنسبه للضفيره اللي خديتها بجوج دراهم و50، وكذلك بالنسبه للعقيدات كيعملوا 10 دراهم. يعني واحد وقيه وحده فيها 40 عقده كتباع ب10 دراهم. يعني هاد يعني نصف طوق كنحتاجو 40 عقده، والهبطه ديال الجلابه كامله كنحتاجو 160 عقده، يعني هذه كمعلومه. والبنات كيف ما كتشوفوا معايا انا يعني مشيت في الهضره، وانتم راه غتتبعوا معايا ان شاء الله طريقه باش يعني خدامه خطوه بخطوه حتى نكمل ان شاء الله يا ربي. يعني الفيديو كيف ما صورته وحطيته لكم باش تستافدوا. هذه المرحله يعني اي وحده تقدر ديرها، غير كاين يعني البنات اللي يعني ما عمرهم ما خيطوا، يعني حبيت انني نشاركها معكم باش يعني تستافدوا
تستافدوا اكثر. اللي عمرها يعني ما دارت هاد الطريقه هذه ديرها ان شاء الله يا ربي، وراه طريقه سهله وبسيطه تقدر ديرها بكل سهوله بحال هاد الشكل. هانتوما البنات غادي نستمر بهاد الطريقه هذه حتى نكمل لي زيستخاس ديالي كاملين، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما من بعد ما كملتها كتجي على هاد الشكل. يعني دابا بقى لي غير نثبت الرشمه ديالي ديال الجيلاتين كما كتلاحظوا هي هذه. هنا البنات كيبقى لكم يعني حسن الاختيار، تقدروا تعملوها في جهه الصدر اليمين او اليسار، اولا تقدروا ديروها في اليدين ديال الجلابه. انا غادي نوريكم كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه بزاف. تقدروا ديروها البنات جوج ديال الرشيمات من هذا الشكل هذا اللي وريتكم، وحده ديروها في هذا اليد كيف ما كتلاحظوا في واحد اليد ديال الجلابه على حسب الاختيار ديالكم، ووحده ديروها في الجهه ديال الصدر ماشي المقابله لهذا اليد هذا، ولكن الجهه الاخرى كتجي زوينه بزاف. يعني هذه كمعلومه، يعني تقدروا تحطوها فين ما بغيتوا. انا البنات غادي نحطها في هذه الجهه هذه، يعني غادي نكتفي بوحده فقط. غادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نثبتها. كاين هنا البنات صراحه اللي كيثبت يعني الرشامي ديال الجيلاتين كيثبتوهم غير بالميكوات. انا هنايا كنفضل انني نثبتها بالخيط والابره، يعني الافضل من الميكوات. وخلاص يعني منين غادي نخيطها وغادي يعني نحددها غادي تثبت معايا. هنا من بعد ما شفتوا معايا الطريقه كيفاش درت، يعني حطيتها تثبت القرقاف ديالي، وغادي نبدا نخيط بهذا الشكل هذا. يعني طريقه جد سهله، تقدروا تبداو البنات من التحت اولا من الفوق. كنمشيو خطوه بخطوه. يعني غادي نبقى ندخل الابره في ديك الفراغات ديال لي زيستخاس، وانا ماشيه كندخل الابره ديالي في الجيلاتين ونعاود ندخلو في الثوب بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. يعني الصوره كتشرح نفسها، يعني طريقه جد سهله وبسيطه. نحاول نطلع هاد الجهه اللي كتشوفوني يعني خدامه فيها حتى نوصلها يعني للراس ديال الرشمه، ومن بعد عاود غادي ندير الجهه الاخرى. علاش البنات يعني ما نخيطش يعني نطلع من التحت للفوق في مره، يعني نخدم في كلا الجهتين. الا خدمنا في جهات بجوج يعني بخيط واحد كتجي شويه الرشمه مكمشه، وكنفضل انني نخدم بهذه الطريقه هذه. يعني من الافضل باش ما كتجي مسرحه وما كتجيش مكمشه، نخدموا بحال هكذا، يعني نخيطوا جهه مور جهه، يعني حتى نكمل هاد الجهه هذه عاد نرجع للجهه الاخرى. وهنا البنات صراحه غادي نقترح عليكم واحد المشروع اللي هو بسيط وتقدروا تربحوا منه مبلغ اللي هو لا باس به. تقدروا البنات تخدموا هاد الرشيمات هادو ديال الجيلاتين، تخدموهم صغار او لا كبار، تفنوا في الموديلات. صراحه يعني طريقه جد سهله وبسيطه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش يعني مع الابره والخيط انهم يديروا تنبات بالابره والخيط. تقدروا تنبتوا موديلات على الجيلاتين بحال هكذا وتبيعوهم البائع اللي يعني كيبيع اللوازم ديال الخياطه والجوهر كذلك، تبيعوهم له بالثمن يعني اللي بغيتو. غادي يعني غتحيدوا اللوازم اللي شريتو، وغادي ان شاء الله يا ربي طلعوا الحساب ديالكم وتشوفوا شحال تقامت عليكم الزواقه، وتجمعوا حق يدكم يعني وتبيعوها للبائع اللي كيبيع اللوازم ديال الخياطه. وكذلك تقدروا البنات تاخذوا يعني تمشيو تهضروا مع اللي كيبيع اللوازم ديال الخياطه والجوهر وداكشي كامل، تهضروا معاه تقولوا له يعني تاخذوا له واحد الموديل، تقولوا له واش ممكن يعني نخدم لك بحال هاد الموديلات هادو، تعطيني السلعه وانا نخدم لك. يعني هنايا غادي تخلص غير في حق يدك، يعني اللوازم هو غيعطيهم لك وغادي تخلص غير في حق يدك. بالحق غادي تربح ان شاء الله يا ربي مبلغ لا باس به، وغادي تعاون به راسك. نتمنى انكم يعني هذه كفكره تستافدوا منها، لما لا. هنا البنات كنمشي بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا هنايا. يعني من بعد ما خيطت الجهه اللي شفتوني بديت فيها، يعني انا دابا واصله النصف ديال الزواقه، هنكمل عليها بنفس الطريقه حتى نهبط لتحت مره ان شاء الله. يعني هي باقي غادي تثبت منين غادي يعني نقادها بالميكوات.
يعني طريقة سهلة وبسيطة، غير بغيت انني نشاركها معكم. كيف ما قلت بالنسبة للمبتدئات اللي يعني ما عارفينش كيفاش يديروا يثبتوا هذا، وبالخصوص يعني هذا الرشاميل اللي على الجيلاتين، يعني ما عارفينش كيفاش يديروا يثبتوهم، يعني يقدروا يخدموهم وما يعرفوش كيفاش يديروا يعني يثبتوهم. هذه طريقة بسيطة نتمنى انكم تستفدوا منها. بالنسبة للبنات هذا الموديل هذا انا تقام عليا ب25 درهم. خديت ديك اللوزات اللي كتشوفوا في الزرق، خديتهم ب50 فرنك الوحده. خديت كنظن 23 وحده، جاتني ب11 دراهم و50. وكذلك لي زيستراس خديت بالنسبه للرولو كامله البنات كيعمل 30 درهم، يعني الوقيه كامله كتعمل 30 درهم. انا خديت بالديطاي، يعني باش نعطيكم الثمن ديال هاد الرشمه هذه كامل اضطريت انني ناخذ بالديطاي. خديت مترو ب5 دراهم. وبالنسبه للكافيرا البنات الباكيه كامله كتباع ب20 درهم ولا 25 درهم بحال هكذا. كذلك خديته بالعبار، خديت 10 دراهم. يعني باش نعطيكم العبار نيشان. وديك الوريده يعني انا درتها، باقي غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات المقبله. يعني الرشمه كامله تقامت عليا ب25 درهم. والجيلاتين البنات كيعمل 20 درهم كنظن المترو، اولا 40 درهم وحده فيهم، ما متاكداش الصراحه. خديت 5 دراهم. يعني كلشي كيتباع بالعبار، تقدروا تاخذوا اي حاجه بغيتو، يعني 5 دراهم من الفوق. وطلعت صراحه طلعت زواقه زوينه كيف ما كتشوفوا، وباللوازم اللي هي بسيطه كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش يعني الطريقه كيفاش خدمت هذا الموديل هذا، يرجع ان شاء الله الفيديوهات اللي عندي في القناه غادي تجبروها، غادي تجبروا الطريقه بالتفاصيل، يعني يعني بالتفاصيل من الاول حتى للاخر. نتمنى انني ان شاء الله نكون كنفيدكم. من بعد البنات ما غادي نهبط يعني الخياطه ديالي حتى لتحت، غنثبتها وغادي نرجع نخدم في الوسط. يعني في الوسط غادي نخدم على شكل عشوائي. المهم انني نثبتها مزيان من كلا الجهتين ديال اليمين واليسار، وفي الوسط نخدم على شكل عشوائي. نحاول نثبت ديك لي زيستراس اللي في الوسط وديك العريشات باش ان شاء الله يا ربي نحس انها ما يوقع لا والو. بالنسبه للجيلاتين البنات يعني كاين اللي كيقول ملي كيتصبن يعني ما كيبقاوش ديك التنبات فيه دغيا كيطير. مجربه البنات ما كيوقع له حتى شي حاجه. خدموها يعني وانتم تايقين في راسكم، ما كيوقع له حتى شي حاجه. سبن ورد يعني راه ثابت والجيلاتين كيشبر الجوهر. مجربه عندي، خدموها يعني وانتم مرتاحين. وان شاء الله يا ربي باقي غادي نشارك معكم عده موديلات ديال التنبات على الجيلاتين. كيجي حليلو، كيجي زوين، يعني مختلف على التنبات اللي كنديرو بالابره والخيط، وما كيديش شي وقت اللي هو كتير بزاف. يعني في ظرف ربع ساعه نوجدوا الرشمه ديالنا اللي يدو خفيف، يعني بطريقه سهله وبسيطه. نحاولوا نثبتوا راسنا، وكذلك نخدموا شي حاجه لراسنا، شي حاجه اللي حنا نديروها ونقصوا علينا الثمن لما لا. هنا البنات غادي نستمر بنفس الطريقه اللي بديت بها في الاول حتى كنكمل كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كملتها دابا ان شاء الله غادي نرجعها للمعلم باش يركب لها العقيدات، ومن بعد غادي نتلاقى معكم ان شاء الله نوري لكم الجلابه ديالنا كيفاش جات. نتمنى ان شاء الله يا ربي انها تعجبكم. غنستمر بهذه الخدمه هذه، يعني غنخدم في الوسط كيف ما قلت على شكل عشوائي. يعني راه الزواقه ديالنا ثابته من كلا الجهتين، غير نحاول انني نزيد نثبتها في الوسط باش هذا يضمن لي انها ما غيوقع لا والو. وغنتلاقى معكم في اخر الفيديو ان شاء الله. هانتوما البنات هذه هي الجلابه ديالنا. انا غادي نفتحها معكم وغنوريها لكم ان شاء الله. صراحه جات زوينه بزاف، جات رائعه جدا. يعني الصراحه انك دير شي حاجه لراسك كتحس بواحد الاحساس اللي هو كيف ما كتشوفوا الرشيمه ديالي هي هذه، يعني ثابته يعني وشابره مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا.
جات زوينه وجات راقيه. وكذلك ديك لي زيست خاص اللي درت في نصف حتى هو زاد جماليه اكثر الجلابه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هنا البنات انا صورت كان قريبه شويه المغرب عليها ما كتبانش واضحه كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما ركبت لها العقيدات على هذا الشكل. بالنسبه للثمن البنات باش نركب لي العقيدات ب20 درهم. هنايا كيركبوهم يعني ما بين الخدمه ديال العقاد ويعني الطويه ديال التحت ديال الجلابه كيخدموهم ب30 درهم. هنا بغيت نقص عليا خدم لي غير العقاد والهبطه ديال التحت انا طويتها كيف ما كتشوفوا يعني جات زوينه بزاف. بالنسبه للدريسه البنات انا خدمت الدريس ديال الراندا، درت هاد الدريس ديال الهرم جا زوين بزاف كيف ما كتلاحظوا. تقدروا تخليوها سامبل يعني بلا دريس حتى هي كتجي زوينه وكتجي حسبيه كتجي حتى هي كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين كيف ما كتلاحظوا. هنايا بالدريس حتى هي جات زوينه. بالنسبه للبنات باش يجمع لي المعلم جلابه كامله قال لي 50 درهم يعني وضروري تشطرت معاه خلاها لي ب45 درهم. يعني هنايا جلابه كامله طلعت لي ب150 درهم بالضبط. 150 درهم يعني هذا باش نتوما تستافدوا. حاولت انني ندير هاد الجلابه هذه خطوه بخطوه باش تستافدوا وتوجدوا جلابه ديالكم راسكم. يعني باش توجدوا جلابه وحده ديروا جوج جلالب لمالا كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني شاركت معكم كل شيء خطوه بخطوه. نتمنى انكم تستافدوا وتطبقوا هذه الطريقه هذه. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي اول مره كيزور القناه نتمنى تضغطوا على المربع الاحمر وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله اي فيديو حطيته يوصل لكم. كنتمنى نكون ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم. انا راه الاشاره اي حاجه طلبتوها مني كتبوها لي في التعاليق وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ننزلها لكم في الفيديوهات المقبله. كنتمنى لكم التوفيق والى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله.